اليوم نهار ديال الروبو ديالي، واحد النهار ديال الروبو بطبيعه الحال ماشي غادي نبقى جالس غير في الدار، ضروري كاين ما يدار والمشاغل كتنبت من الارض. اول حاجه غنديرو هو ان حنا غادي نمشيو نتقداو، غنديكم لواحد المغازان اللي معروف بزاف في كيبيك. موجد الورقه وموجد السيلو باش ما نساو حتى شي حاجه. نظن انني خاصني نهرب في اقرب وقت، سينو جيبي غادي يخوالي هاد السلعه هادي عندي الروين. ولكن قبل من هذا الشيء غادي نمشيو نصيفطوا هاد البريه هادي في بوست كندا. شتا تجهدات، نزعم نخرج دابا ولا نصبر شويه تتسحى، ولا بان لي واحد البلان كاع كاين واحد الحل واحد اخر هو نديرو تحت الحوايج. ما كنتش معول على قول باتي. من بعد ان شاء الله باش غادي نختموا غادي نمشيو نغسلوا الطوموبيل. شوفوا معايا الطوموبيل اللي غادي تجي من ورايا اللي غادي تتسحى ستيل امريكان. يلا مرحبا بكم، دوزوا معايا النهار ديالي كيفاش كيدوز. شو سبحان الله الجو كيفاش تقلب. قبيله دخلت للدار كانت الشمس، عرفتي دابا خرجت لقيت الشتا. شو الجو كيفاش داير، شوف سبحان الله الجو تظلم بزاف والشتا بدات كطيح وانا خارج غير بشورت وتيشيرت. قفرتها اليوم. بحال القضيه واش كطري لكم نتوما الاخوان ولا غير انا؟ نهار ديال الروبو ديالكم كتقول غترتاح مع راسك وفي الاخر كتلقى راسك غير كتجري، كتولي تقول كون غير خدمت داك النهار وما بقيتش جالس. اول حاجه غادي نديرو دابا هي نمشيو لبوست كندا نصيفطوا هاد البريه هادي. دابا المشكله هو انه الشتا كتصب، يعني خاصني نتكيس عليها باش ما تفزكش. عاد من بعد ان شاء الله نمشيو لماكسي نتقداو. وشوف سبحان الله على جو كيفاش داير. وقبيله كانت الشمس كتحرق الاخوه، دابا شوفوا الشتا كيفاش داير، عاصفه ديال الشتا. شو دابا وحلت وحله ديال بصح، بغيت نخرج ولكن خفت لي يفزق ليا هاد لونفلوب هذا، ولا فزق ليا ما غاديش يقبلوه مني، ما نقدرش نصيفط. والشتا الجهدات ديال بصح. ما عرفتش واش نزعم نخرج دابا ولا نصبر شويه تتسحى، ولا بان لي واحد البلان كاع كاين واحد الحل واحد اخر هو نديرو تحت الحوايج. اش بان لكم الخوت نديرو هاد القضيه هادي، غنديرو تحت التيشيرت وغادي نمشيو نجريو. على الشتا خاصنا نجريو. واه الشتا مجهده، ما كنتش معول على قول باتي. ولكن احنا دخلنا دابا صافي. يعني مثلا هاد جون كوتو هذا شوف راه فيه لي رونجي ديال لي برودوي كاملين اللي كتحتاج فيهم. راه فيه حتى اون فارماسي لور لهيه لور، وكتكون ان سيكسيون ديال بوست كندا كيف ما كاين ليه. صيفطنا البريه ديالنا، نخرجوا الوجهه الجايه هو ان حنا نمشيو للماكسي نتقداو. بالنسبه لبوست كندا كتلقاو في دو ماغازان، يا اما كتلقاو في جون كوتي بحال هذا اللي كنت فيه او كتلقاو في فارمابي. من طبيعه الحال ماشي كاع لي ماغازان كيكون فيهم، ولكن اللي فيهم غادي تلقاو لافيش او البونكارد ديال بوست كندا معلقه في الباب. هذا هو الجو ديال كندا، داير بحال ما هكذا حمق، مره الشمس مره الشتا مره الريح، كتخلط الامور في نهار واحد. دابا حنا النص في شهر 8 وشفتوا الشتا كيفاش كانت قبيله، الشتا كانت كتصب مجهده بزاف. دخلت صيفط البريه 5 دقائق وخرجت لقيت بان الشتا نقصات، الارض باقا فيها زقا ولكن شي شويه غادي تبان الشمس، غادي تنشف الارض بحال الشتا ما عمرها ما صبات هذا النهار. دابا البريه صيفطناها، غادي نمشيو ان شاء الله نقضيو الغرض اللي من وراه اللي هو التقضيه. المدام عطاتني اون ليست طويله ديال التقضيه، يعني اليوم غادي تخرج مني غتخرج مني. بغيت نديكم معايا لواحد المغازان اللي هو معروف بزاف في البروفانس ديال كيبيك سميتو ماكسي. وهاد ماكسي راه فيه جوج الانواع، في ماكسي اللي هو عادي يعني صغير كتلقاو فيه داكشي ديال اللحم الفواكه الخبز داكشي ديال التقضيه العاديه، وكاين ماكسي اي كومباني هذا كبير بزاف، يعني من غير المسائل اللي كتلقاو في ماكسي العادي كتلقاو فيه اي حاجه خاصه بالدار من الاول حتى الاخر، يعني داكشي ديال الاثاث، داكشي الخاص بالحمام بالكويزين بيت النعاس البيت ديال الاطفال. المهم ما نطولش عليكم بزاف، هيا بينا. شي هاد المغازان اللي كتبان لكم هنايا اسكو دي سي راه بالخضر، هذاك المغازان اخوان راه كيبيعوا فيه الاعشاب المدوخه ليغال، داكشي كتمشي كتهز فلوسك كتدخل كتشري التبويعه ديالك وكتخرج. هاد الشارع هذا
فيه الدويره اللي سكنت فيها اول مره هنايا في كندا. ها هي هنايا هاد الدار هادي، ها هي اللي فيها ديك البلاكه الحمراء. وهاد الشارع سميتو فلوري. اي حاجه غنتقداوها ان شاء الله غادي نشطبوا عليها. صافي دابا سي بون. من بعد ما سالنا الخضره ديالنا تقريبا قربنا نساليو. بقى ليا غير البيض والسكر، هادو كاينين في الجهه الاخرى. ومن طبيعه الحال واخا كيديروا لك لاليست ضروري كتكتشف ان ناقصينك شي حوايج في الدار، ومن بينهم هاد لو برودوي هذا. ممكن كما شفتوا المغازان كبير بزاف وخاصك ليه نهار باش يلاه تضرب فيه دويره كامله وتكتشف داكشي اللي فيه. دابا غادي نمشيو للاكاس. احنا سالينا دابا نحاولوا نقادو هاد السلعه هادي. عندي الروين السلعه حطيناها في الطوموبيل. هاد ماكسي انا كنصح به الناس اللي جاو جداد هنايا لكندا لسبب بسيط، هو انه موجود وفين ما مشيتي غادي تلقاه. ثاني حاجه هو الاثمنه فيه مناسبه بزاف، يعني داكشي ديال الخضره والفواكه والاساسيات ديال الدار صراحه رخاص بالنسبه لواحد يلاه جاي. وحاجه اخرى اللي كتعجبني فيه هو انه كتقدر الكميه اللي بغيتي، يعني ما كتلقاش داكشي بكميات كبار. مثلا بحال كوسكو كتضطر انك تشري داكشي بكميات كبيره، وإلا كنتي ساكن بوحدك داكشي غير غادي يخسر ليك. داكشي علاش ماكسي كتقدى فيه داكشي على قدك. كاينه حاجه اخرى نسيت ما قلتهاش لكم. ملي كتخرجوا من ماكسي يعني كتخرجوا من الباب، اللور ديالو دايرين واحد المساحه كبيره مخصصينها غير الماتيريال ديال الجرده، يعني اي حاجه عندها علاقه بالجرده غادي تلقاها تما. الماتيريال غادي تلقى انواع كثيره ديال الورود والنباتات اللي تقدر ديرهم في الجرده ديالك. مشيت حطيت التقضيه في الدار، ايوا دابا يلاه معايا نمشيو نغسلوا الطوموبيل. هاد الباكستاني او الهندي عجباتو بزاف الكاميرا ديالي، بقى كيقلب فيها وكيهضر مع صاحبه بالهنديه. صراحه ما فهمت والو، عندهم واحد اللغه عجيبه. شوفوا معايا الطوموبيل اللي غادي تجي من ورايا اللي غادي تاخذ ستيل امريكان. وإلا كانت كتصب الشتا كانت مجهده، وقلت لكم بانه راه شي شويه غادي تبان الشمس. شو سبحان الله العلي العظيم. ها انتم الجو كيفاش ولات. ها هي الشميشه خرجات، غادي تنشف الارض بحال ما عمر ما صبات الشتا. وهكذا كنكونوا دوزنا النهار ديالنا. اول حاجه صيفطنا ديك البرايه اللي كانت مستعجله كانت خاصها تمشي اليوم. ثاني حاجه درتو معايا التقضيه في ماكسي، شفتوا داكشي كيفاش داير. واخر حاجه درناها هي غسلنا الطوموبيل والحديد ولا جديد. نتلاقاو ان شاء الله في الفلوق الجاي. السلام عليكم.